بالروح بالدم نفديك يا أقصى. خيبر خيبر يا يهود، خيبر خيبر يا يهود، نفديك يا أقصى، نفديك يا أقصى، نفديك يا أقصى، نفديك يا أقصى. جيش محمد سيعود، جيش محمد سيعود. فإن لم تجد إسرائيل هذا الموقف المخزي لما قامت بما تقوم به اليوم، ولكن والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان وفي كل زمان قد سخر هذه الفئة المؤمنة للدفاع عن الأقصى وعن المقدسات. لا يمكن لأي مسلم يقرأ القرآن ويتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن يخذل هذه القضية، لا يمكنه أن يغفل عن هذه القضية. هذه وقفة تضامنية من سكان ولاية وهران تضامنا مع إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى الذي تخلى عنه حكماء العرب. نحن هنا نقف مع إخواننا ونشد على أيديهم ونعض على أيديهم ونقول لهم إن شاء الله تعالى لازلنا صامدين، لازلنا واقفين معكم. كما عودنا دائما العالم العربي، احنا دائما سباقين في هذه الوقفة التضامنية، وحنا رانا دائما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. ومن خلال هذه الوقفة، وقفة أهل وهران، نقول لإخواننا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى لا نملك لكم إلا هذه الوقفة أمام الله عز وجل نتقدم بها أننا بالروح بالدم نفديك يا أقصى.